صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني على اصولها فعلا. يعني انا من اسكندرية وحبيت النهارده اعمل لكم حاجة بجد سهلة جدا وسريعة، وهي الحجازية الاسكندراني. مفيش اسهل منها وبتتعمل كده بطريقة حلوة جدا، وفعلا مكوناتها مش كتير وموجودة في البيت. وزي ما انتم شايفين كده طلعت معايا مظبوطة. يعني عايزة اقول لكم ان طعمها كمان كان جامد جدا. فيلا بينا نبدأ نشوف الوصفة عبارة عن ايه. اول حاجه هنعمل تيست للخميره بتاعتنا، وان احنا هنحتاج نص كوبايه ميه، وبعد كده هنحط 4 معالق سكر كبار، وبعد كده هنبدا ننزل بالخميره باكو خميره واحد. وهنبدا ان احنا نقلب المكونات دي كلها كده مع بعض كويس، ونسيبها شويه لغايه ما نتاكد ان الخميره هتشتغل معانا، ما تكونش انها ايه بايظه او كده. فهنعرف منين؟ ان احنا بعد ما نسيبها شويه هنلاقي انها على الوش فيه فقاقيع كده، فكده الخميره جاهزه معانا. وهنحتاج في المكونات الجافة كوبايتين ونص من الدقيق منخولين، وكوبايتين ونص من السميد. ده سميد البسبوسة اللي احنا بنستخدموه في الرواني وفي البسبوسة طبعا عارفينه. وطبعا ما ننساش رشة الملح. وبعد كده هننزل بكوباية وربع من السمنة. ممكن نحط عشان تبقى ناشفة معانا ان احنا نحط الكوباية اللي هي السمنة، نحط نصها سمنة ونصها زيت. ونبدأ بقى ان احنا ايه نقلب كده المكونات دي كلها كده مع بعض. فعلا العجينة بتخلص معاكي بسرعة جدا ومش بتاخد وقت خالص، ومن الوصفات دي انها ما فيهاش مكونات مكلفة، وبتطلع معاكي حاجة جامدة جدا وطعمها بيبقى رهيب جدا. وعلى فكرة انا جربتها كذا مرة قبل كده، ما طلعتش معايا مظبوطة، بس بالطريقة دي طلعت معايا حلوة جدا. دلوقتي هنبدأ ان احنا نبس العجين بتاعنا اللي هو نشربه السمنة. يعني نشرب الدقيق السمنة كويس جدا، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعجن بالخميرة. وزي ما قلت لكم انا جربتها قبل كده مرتين وصورتها وما طلعتش العجينه معايا مظبوطه خالص، فالمره دي طلعت معايا مظبوطه، وحبيت ان انا انزل لكم الطريقه اللي اخيرا طلعت بيها الحجازيه حلوه جدا. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا ننزل بالخميره بتاعتنا، ونبدا ان احنا نعجن. وعشان العجينة تطلع معاكي مظبوطة لازم طبعا ان احنا نعجنها كويس قوي قوي. هتاخد معانا حوالي 10 دقايق عجين كده. زي ما انتم شايفين كده احنا مش بنعجن عجين، احنا بس بنشرب المكونات لبعضها بطريقة كده خفيفة وسريعة، مش بتاخد في ايدك وقت خالص. وطبعا على حسب نوع الدقيق وكده احنا بنحتاج مية تاني. يعني مثلا انا استخدمت في الوصفة دي كوباية الا ربع من المية. دلوقتي هننزل بالمية بقى واحدة واحدة لغاية ما هتلاقي العجينة معاكي زي ما هتشوفي في الاخر كده. لما اخلص خالص عجين هتلاقوا دلوقتي النتيجة اللي احنا عايزينها من بعد العجن بقى، وبعد المية اللي احنا هنحطها، بس نحط مية واحدة واحدة خالص. الحجازية سهلة جدا وعمايلها سهلة جدا، بس لازم نخدم العجين كويس قوي علشان يطلع معانا مظبوط. ونحاول ان احنا نطلع العجينة بنفس النتيجة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. وتكون طرية وحلوة كده عشان لما نيجي نفردها تبقى سهلة علينا في الفرد. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي كده هتلاقوا معانا العجينة طرية ما شاء الله جدا ومش مفرولة. بتتقطع معانا كده كويس، وبعد كده ما تيجي هتبططيها على ايدك هتلاقيها انها مش بتفرول منك او تقطع كده، لا هتلاقيها متماسكة زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده. آه، هي كده العجينة خلاص جاهزة معانا، ودي النتيجة اللي احنا عايزينها. وبكده تكون العجينة جاهزة معانا. هنسيبها بقى تخمر، نغطيها مثلا بكيس او نغطيها بقى بالغطا بتاع البولة بتاعتنا، ونسيبها تخمر ساعة ونص. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل الحشو بتاعنا. الحشو بقى بتاعت الحجازية ليها كده ايه مقادير خاصة. في ناس بتفكر انها بتحشيها سكر على قرفة وخلاص على كده، لا احنا بنحتاج كوباية ونص من السميد وعليهم كوباية سكر، وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بمعلقتين من القرفة، وبعد كده معلقتين من الكاكاو. وطبعا الكاكاو يكون خام مش محلى خالص. طبعا الكاكاو ده في ناس كتير هتقولي ليه كاكاو ايه لازمته، هو بس ميزته ان هو بيدي لون كويس جدا. وتاني حاجة يعني بيخلي طعم القرفة قليل شوية، لان في ناس كتير مش بتحب القرفة يبقى طعمها قوي، فهو برضو بيوازن المكونات مع بعضها، يعني بيوازن طعم القرفة شوية. بس فهو برضو مهم جدا في ان احنا نحطه في الحشوة. وبعد كده هنقعد نقلب كده المكونات كلها كويسة مع بعض، وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالمية واحدة واحدة كده. انا تقريبا استخدمت حوالي نص كوباية مية. وقلبت كده واحدة واحدة لغاية ما هتلاقي الحشو بقى بدأت انها تبقى
متجانسه مع بعضها، يعني تبقى ايه مع بعض كده متماسكه مش مفروله. وبعد كده هنحط معلقتين من السمنه ونقلبهم كويس قوي، وبكده تكون معانا الحشوه بتاعت الحجازيه جاهزه. بعد بقى الساعة ونص اللي احنا سيبناهم العجينة تخمر فيهم، هنجيب دلوقتي العجينة بتاعتنا ونقسمها نصين، بس هيكون في نص اكتر من النص التاني. اول حاجة نفردوها الجزء بتاع الوش اللي هو بقى بيبقى قليل شوية عن الجزء بتاع الارضية بتاعة الحجازية. بناخد الجزء بتاع العجين ده اللي هو بتاع الوش، وهنبدأ ان احنا نحطه في الصينية بس على ورق زبدة، لان الوش ده دلوقتي هيتشال، يعني الجزء ده كده هيتشال بالورق الزبدة، عشان بعد ما نعمل الارضية ونحشي الحشوة هنحطه بقى عليها زي ما هتشوفوا في الفيديو دلوقتي. هنبدأ ان احنا نفرد واحدة واحدة كده، والعجينة ما شاء الله طرية جدا معانا، ودي حاجة بتساعدنا ان احنا نطلع الوش بتاع العجين مظبوط، لان احنا كده بنجيب مقاس الصينية بالظبط. لو العجينة طلعت معاكي مش بتتفرد بسهولة او هتتعبك في الفرد، فاحنا ممكن نعملها بالنشابة عادي جدا، بس هو الافضل ان احنا نعملوها في الصينية، ونحاول ان احنا نطلع مقاس الصينية مظبوط بتاع الوش. بس هنبدأ ان احنا نشيل دلوقتي الجزء ده، ودلوقتي هنبدأ ان احنا ندهن الصينية سمنة، وبعد كده هناخد الجزء الكبير من العجين ونفرده في الصينية. طبعا حبيت ان انا اعمل لكم الحجازيه في البيت بطريقه سهله وسريعه جدا، زي ما انتم شايفين فانا ما اخدتش في ايدي وقت خالص، وتكون مظبوطه ومقاديرها مظبوطه عشان نعملوها في البيت وما نستصعبش ان احنا نعملها في البيت، لان من بره بيعملوها بالزيت وما بيبقاش طعمها احسن حاجه، ومش اي حد بيعرف يعمل حجازيه بره كمان. بس اللي انا عملتها في البيت دي بالطريقه دي، ولو مشيتوا على الخطوات بالظبط بجد هتطلع معاكم مظبوطه جدا. بعد كده مش هنحتاج ان احنا نشتريها من بره خالص. دلوقتي بدأنا ان احنا نفرد بقى في العجينة زي ما انتم شايفين كده، ونحاول ان احنا نطلع على الجنب بتاع الصينية حرف كده زي ما انتم شايفين، عشان يبقى ماسك الحشو من الحروف، ما يبقاش فيه جزء من الحشو باين. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا، بس الاول ان احنا نتأكد ان احنا فاردين الصينية بسوى واحد، وتكون مفرودة كويس وما يبقاش فيه جزء اعلى من جزء. ودلوقتي هنبدأ ان احنا ننزل بالحشوة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نساوي برضو الحشوة عشان ما يبقاش برضو فيه جزء اعلى من جزء، عشان لما نيجي نحط الوش يبقى محطوط مظبوط. طبعا الحشوة بقى كلنا نقدر نبدع في الحشوة، يعني ممكن نزود مثلا سوداني، ممكن نزود مكسرات، اي حاجة اي حد عايز يحط مكسرات فيها بيبقى طعمها حلو جدا، وسادة برضو بتبقى طعمها خطير جدا. هي اصلا الحجازية بيكون سادة زي ما انتم شايفين كده بالقرفة والسكر والسميد، فهي كده جامدة جدا اصلا. لما بدأنا ان احنا نساوي كده الحشوة بتاعتنا، هنبدأ دلوقتي نجيب الوش ونبدأ ان احنا نقلبوه زي ما انتم شايفين كده على الصينية. لما نتأكد ان احنا حطيناه مظبوط، بعد كده نبدأ نشيل ورقة الزبدة، بس احنا عشان نعرف ننقلوه لازم يبقى فيه ورقة الزبدة دي بس. فاحنا كده خلاص ظبطناها، ونبدأ ان احنا نساوي بقى الحروف كده زي ما انتم شايفين كويس قوي، ونبدأ ان احنا نظبطه كده الوش عشان يبقى شكلها كويس. وبعد كده هنبدأ نجيب شوكة، ونبدأ ان احنا يعني نديها كده زي خطوط عشان نرسمها كده بحيث انها تكون شكلها حلو وعاطية شكل. طبعا بقى بعد ما عملناها كده وظبطناها خلاص، هنبدأ دلوقتي نجيب الشوكة. الرسومات دي بقى كل واحد يعني خلاص، يعني هو احنا كده كطعم احنا ظبطناه. الشكل ده بقى بتاع كل واحد فينا، يعني حبيت ان انا اعمل شوية خطوط كده بالطول والعرض زي ما انتم شايفين. بس في تركية مهمة جدا، لازم ان احنا نقطعها قبل ما تدخل الفرن، يعني لازم نقطع القطعة بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن. ولو في حتة كده فيها مثلا هوا، نبدأ ان احنا نخرمها كده بالشوكة زي ما انتم شايفين، كان حاجات بس بسيطة جدا. دلوقتي انا جبت السكينة وبدأت ان انا اقطعها قطع متساوية، نحاول على قد ما نقدر انها تكون قد بعضها. بدأت ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده واظبط المقاسات بتاعتي. وبعد كده برضو قطعتها بالعكس، ممكن ناخد بقى زاوية شوية، ممكن اقطعها مربعات. فطبعا دي حاجات كل واحد بقى وذوقه.
بعد كده بقى هنبدأ ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويكون الرف في النص شوية، لا هو عالي ولا هو واطي، بحيث انها تتحمر من الناحيتين، تبقى مظبوطة وتنشف معانا. بعد كده هنبدأ ان احنا اول ما تطلع على طول نبدأ ان احنا نقطعها تاني على نفس التقطيع اللي احنا كنا مقطعينه ليها. وبس كده، دي كده اجمد حجازية انا عملتها في حياتي، بجد كانت حجازية حلوة جدا، طريقتها سهلة جدا، واي حد هيقدر يعملها في البيت، ما فيهاش اي حاجة صعبة على فكرة، وما فيهاش مكونات ما نقدرش ان احنا نجيبها، لا هي كل المكونات موجودة، يعني نقدر نجيبها ونعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ومش تاخد في ايدك وقت خالص. طبعا بعد كده بنسيبها انها تبرد، وبعد كده نبدأ ان احنا نقدمها. ومش عايزه اقول لكم ان الطعم كان ايه وايه وايه بجد كان الطعم جامد جدا، وطريقتها سهله زي ما انتم شايفين، وانا فعلا خلاص انا اعتمدت الوصفه دي في البيت ان احنا نعملوها على طول. وزي ما انتم شايفين كده بجد الطبقتين طلعوا مظبوطين جدا. وطبعا طبقه الحشو حلوه قوي، كانت كده مناسبه جدا، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. فبجد طعمها كان حلو قوي، وجربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وشوفوا انتوا عايزين نعمل ايه تاني مع بعض، ونحاول ان احنا نجيب وصفة سهلة وسريعة كده نعملوها مع بعض. طبعا انا الحلويات بالنسبة لي بحب اعملها، فعشان كده اي حد بيطلب مني حلويات فانا بفضل ورا الحلويات دي لغاية ما اعملها بطريقة حلوة ولذيذة وسريعة. بس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. باي باي.